ويا مساء الخيرات والليلات. معكم ام سماهر. ليلي ما بيعرفني، مرة شامية مقدرة ختيارة سبعينية، بفهم بكل شي الفضل لله. يعني على سبيل المثال خبيرة تغذية، وكنت بزماناتي كابتنة طيارة، واشتغلت كمان مديرة نادي رياضة، بفهم بالرياضة الحمد لله. وكان عندي مركز تجميل ومينيكير وبيديكير، كتير شغلات الحمد لله. منين ما رنيتوني المهم وبلا طول سيرة. خلينا نفوت بالسيرة دغري. اليوم راح نحكي عن فوائد المحاشي، الأكلة الشامية المقدرة. يلي ما بيعرف المحاشي هي الكوسة، الباذنجان، الفليفلة المحشية وتوابعه، اليبرق مثلا. اليبرق يعني أنا من يومي بتناقل أنا ومقصوف الرقبة أبو سماهر مشان اليبرق. هو بيقول لي اليبرق تابع للمحاشي، وأنا بقول له لا. المشكلة إنه بعد 40 سنة نقاش بهالموضوع طلع اليبرق تابع للمحاشي. طلع كلامه صح، يعني الحمد لله. امبارح قاعدة كنت أنا وجارتي أم مروان المسوتي، عم نحكي شو بدنا نطبخ، فمن سيرة لسيرة وبلا طول سيرة قالت لي ساوي محاشي. صرنا زمان ما ساويناها، فأنا وياها فينا عادة يعني من زمان، من وقت اللي تجوزنا. يعني مو تجوزت أنا وياها، لا تفهموني غلط. يوم اللي تجوزنا أنا وجوزي وهي وجوزها، نحن معرفة قديمة كتير. مو نحن جيران كمان، فدائما يعني بنقترح على بعض الاقتراحات مشان الطبخ. مشان الطبخ، على شو بدنا نطبخ وشو بدنا نساوي. فقالت لي تعي بكرة نساوي محاشي. والله وبلا طول سيرة دقت الباب علي الصبح اليوم، شلونك ان شاء الله بخير؟ قلت لها اهلين يا ام مروان، تفضل. قال شربتي قهوتك؟ قلت له والله لسه ما شربت قهوتي. فوتي حطي هالدولة لنشوف. فاتت حطيت دولة القهوة على الغاز، ونط ابو سماهر الله يحن على اسمه يا رب، نزل على السوق جاب لنا هالكوسايات والباذنجانات والفليفلات ورجع. وعلى حفر وحشي. مروان رفيقة عمري وصديقتي، الله يجزيها الخير يا رب، شاطرة بالحفر. يعني ايديها مثل البدوانة، بتمسك الكوساية ما بتحسوا عليها شلون، بثواني بتكون حفرتها ومرققتها. ليش؟ ابو سماهر بحب جلدة الكوسة رقيقة. شكيته لربي نازيك. المهم بلا طول سيرة بخشت لي 5 كوسايات. شكيت هذا واحد أحد فرد صمت. الله لا يوجه لك الخير يا أم مروان. طبقنا هالطبخة وبلا طول سيرة خلصت هالطبخة وتعشينا المسا كلياتنا. فاتوا لعنا تعشوا معنا بيت أب مروان. اجا أب مروان ومرته، بس ولادهم ما اجوا. وبلا طول سيرة من سيرة لسيرة أنا وأم مروان قالت لي ليش ما بتنزلي حلقة عن المحاشي؟ فوائد المحاشي، يعني ما حدا حكى قبل عن فوائد المحاشي. فقلت منه فكرة جديدة، ومنه فيدها المتابعين. الحمد لله على كل حال. خلينا نفوت. خوش أنا ما بحب أخذ وأعطي كثير بالكلام. خلينا نفوت صلب الحلقة وبلا طول سيرة. فوائد المحاشي، أول شغلة وبلا طول سيرة،
لما بتعملي محاشي أول فائدة تستفاديها لياقة بدنية. يعني انتي من وقت ما بتفيقي من الصبح مشان تبلشي بأكلة المحاشي على حفر كوسة وباذنجان وقعدة وتحريك ايدين وسواعي، بعدين بدك تقومي على المطبخ تتبلي الحشوة وتوقفي. الرايحة جاية مثل مكوك الحايك، شكيتك تربي. بعدين بدك ترفعي طناجر وتنزلي طناجر قعدية، مو تقعد يعني، مو جلوس، تعقيد. تعقيد، تعقدي الطبخة على النار على الغاز، وبدك تضلي واقفة وراها وتحركي وتقيمي طنجرة وتحطي طنجرة. هذا كله لياقة بدنية. لياقة شو؟ بدنية. هي الفائدة الأولى اللي انت غفلانة عنها وما بتعرفيها. فلهيك يا مقصوفة الرقبة لما زوجك ابن عمك وتاج راسك بيقلك بدي اكل محاشي، هو بده مصلحتك، لازم تنبسطي وتحطي ببالك انه اكلة المحاشي فيها رياضة للجسم ونكاية فيكي، لانك ما عم تطبخي محاشي لزوجك. ما راح كمل الفوائد، راح اجلهم لحلقة تانية. حلقة شو تانية؟ تعلمي دائما منيح انك تساعدي جوزك ابن عمك وتاج راسك. اللي سمع الحلقة للآخر يكتب لي تعليق مشان أعرف. لا تنسوا تفعلوا السبسكرايب وتفعلوا التعليقات واللايكات. الله يهنا عليكم. تصبحوا على خير، وكانت معكم ام سماح. ما تنسوا تحطوا لي التعليق وتفعلوا السبسكرايب. السلام عليكم.